ايضا بطولة افريقية في الساحل العاج في اراضي كوت ديفوار في 2024 في مطلع يناير القادم مع المزامنة لبطولة كأس آسيا، وكرة تلعب الى خارج ارضية الملعب. المحاولة فيها ضربة مرمى او ركنية، هكذا يقول حكم المباراة. امامك مهيمن سليم ملاخ لاعب هداف، لاعب يسجل من انصاف الفرص، وامجد رحيم. هذه كرة هل اصطدت بأحد؟ لاحظ هنا المحاولة التي نقلت من سانتو سيلفا، ومهيمن سدد كرة هل اصطدت؟ نعم، يبدو انها اصطدت بالقائد حسين مطر وذهبت الى خارج ارضية الملعب. ننتظر الاعادة، هذه واحدة، وهنا الكرة اصطدت بحسين مطر، نعم، وذهبت الى خارج ارضية الملعب. ركنية على يسار امجد رحيم عالية، وفرصة تأتي الآن، وإبعاد من المدافع محمد سعيد، كان في توقيت ممتاز. تعود الكرة دوني ميغويل ريباس يلقى الكرة عالية، فرصة هدف، ضاعت. العلوسي يعيدها وارتقاء، وأمجد رحيم العارضة ترفض، ويبدو أن هنالك صافرة من حكم المباراة. بالسلامة لأمجد رحيم، ولقطة كان فيها زاخو قادرا على تسجيل الهدف لكن لم يستغل الفرصة، بعدها تتك مخالفة، وهنا ضربة حرة غير مباشرة من حكم المباراة. لاحظ، هل هنالك تسلل؟ نعم، تسلل واضح في هذه الحالة على الموجود في الخط الأمامي، المدافع اليسار لفريق زاخو رودريك كابوي. هذا رودريك كابوي مدافع اليسار الزامبي. حامد يتحدث مع امجد رحيم، ولقطة كان فيها مرمى فريق نفط ميسان مهدد بالهدف. السلامة لأمجد رحيم. هذا هيثم الشبول مخرج المباراة، تكرر لنا كثيرا هيثم الشبول في كل التوقفات. أمجد رحيم هنا بالسلامة لأمجد رحيم، يعاني من إصابة. لاحظ هنا الكرة والتدخل كان من رودريك كابوي في هذه المحاولة. تدخل واضح وخطأ يأتي الآن لصالح أمجد رحيم في هذه اللقطة والمحاولة. تعود كرة إلى أمجد رحيم، بالسلامة لأمجد. إصابة على مستوى الفن، وبفمه كانت الكرة الأخيرة أو تدخل رودريك كابوي. هذه كرة عالية تلعب والرأسية تترك إلى الخطوط الأمامية. كوفوما يتدخل، تراجع لبنيامين أكور ورضا هجهوج وكذلك علاء الدين دالي بعيدين عن الخط الدفاعي، بالتالي الكرات لا تصل بسهولة رغم الوجود للاعبين الثلاثة، لكن ليس هنالك اندفاع كبير إلى الخطوط الأمامية، هذا ما أخره المدرب في هذه المباراة. كرة من الوسماني اليماني، وخطأ ومخالفة، ضربة حرة مباشرة واضحة على البرازيلي باتريك مارسيلينو، وخطأ لرضا الهجهوج في لقطة كان فيها تدخل موجود. هذا حامد علي حكم المباراة، وإلى الآن مباراة تسير بشكل مثالي. جماهير زاخو حاضرة موجودة في أرضية ومدرجات ملعب زاخو لمساندة الفريق. يعطى الإذن بتنفيذ المخالفة حكم المباراة حسين مطر في كرة يبحث فيها عن هدف أول وبشرى أولى لميسان. هذه كرة في انتظار الدخول، فريق ينتظر وصول، وهنا محاولة وعبد الله علوي يحصل على خطأ على كريسكو فوما الكونغولي، هنا يرتكب خطأ، وطلال البلوشي يعطي التوجيهات. نجم الكرة القطرية السابق واضح وحاضر في اللقطة الماضية. لاحظ هنا تدخل على عبد الله علوي من كريسكو فوما، وحكم المباراة اعتبر ان هنالك مخالفة بعد هذا الدفع من جانب كريسكو فوما على عبد الله علوي. تعود الكرة، تحفظ من الطرفين، محاولات وكرات اكثرها عرضية وعالية يأتي من خلالها الخطر، وهذه محاولة. هذا هنجا ومحمد، نسبة الاستحواذ يتفوق فيها زاخو بنسبة 58% مقابل 42 لفريق نفط ميسان. رمية جانبية عند محمد سعيد،
هنا محاولة تلعب إلى الأمام. بنيامين أكور يهرب وهنالك مخالفة. حكم المباراة لا يقول شيء، أعتقد أن فيها خطأ لمصلحة بنيامين أكور. كرة عالية تلعب إلى الأمام، تدخل ومهيمن، تترك الكرة. حكم المباراة يرفع الراية ويقول إن هنالك رمية جانبية لصالح زاخو في اللقطة الأخيرة. هذا مهيمن سليم ملاخ القادم من الكهرباء في اللقطة الماضية كان واضح، وحكم المباراة رفع الراية. هل أشار إلى خطأ؟ نعم، دفع واضح من مهيمن على حسين مطر في كرة نجح فيها في الوصول إلى الكرة. علي لطيف يسدد من هذا المكان، لكن الكرة عالية. لو اتجه شمالا أو إلى اليمين علي لطيف لرأى أن هنالك علاء الدين دالي وكذلك بنيامين أكور أو رضا الهجوج الذي كان موجود في اللقطة الأخيرة. علي كاظم هادي حارس منتخبنا الوطني الأولمبي وفي قائمة كاساس التي سيستدعي منها 3 حراس لبطولة كأس آسيا القادمة في الدوحة. الآن سينفذ ضربة المرمى. علي كاظم يلعب كرة عالية في وسط الملعب لمصلحة فريق زاخو إلى الأمام. عبد الله علوي والضغط، لكن بالرأس محمد سعيد يمتاز. وميغويل ريباس يعيد كرة إلى الخط الدفاعي. باتريك مارسيلينو إلى رودريك كابوي. كابوي كرة تلعب واختراق موجود، لكن هنالك تدخل وسقوط وحكم المباراة لا يقول شيء. في لقطة وفي إعادة. المرتدة الآن في حرب المرتدات لمصلحة نفط ميسان في انتظار التمرير، تأخر كثيرا وهنالك خطأ وضربة حرة مباشرة. يعترضون على القرار، لكن حامد كان قريب، كان يرى كل شيء، وبالتالي خطأ ومخالفة لمصلحة لاعبي نفط ميسان. لاحظ هنا تباطأ فيها علي لطيف وتدخلوا عليه، وبالتالي الخطأ الذي أشار إليه حكم المباراة على موسيس والشيك في الكرة الأخيرة. لاحظ هنا التدخل الذي كان، أو هذا زين العابدين سلام، زين العابدين سلام القادم من الطلبة. علي كاظم مرماه مهدد بكرة عالية تلعب الآن في منطقة الجزاء ورأسية، والمتابعة موجودة، لكن كرة لم تذهب ولم تتجه إلى المرمى، كانت إلى رمية جانبية من الخط الجانبي في الجهة المعاكسة. هنا بنيامين أكور الواضح أمامك. بنيامين كان موجود في نوروز أيضا، لكنه لموسم ثاني موجود في تشكيلة نفط ميسان. محمد سعيد مدافع اليسار، هل يعطيك أخبار بأن هنالك هدف لميسان أو لنفط ميسان؟ كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة العالية وصلت إلى رمية جانبية أمامك. كيلون سانتو سيلفا البرازيلي، هذا بالرقم 7 القادم أيضا من بروسكوي البرازيلي، فريق في الدرجة الرابعة، ومحترفين برازيليين موجودين بنسبة كبيرة في زاخو. هذه كرة تلعب إلى الأمام. بنيامين تعود كرة من أكور، هذا كريس كوفوما الكنغولي، يحاول كوفوما، ينتظر زميله محمد سعيد، يقطع كرة. هانجا محمد، كرة عالية، استلام ممتاز من سوالي وكواتارا. كرة تعود إلى الجانب لكنها طالت على محمد سعيد وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. خيار لم يكن موفق من جانب سواليو، كرة كانت سريعة، وهذه محاولة الانطلاقة تأتي من كيلون سانتوس سيلفا وإلى الخارج. رمية جانبية لنفط ميسان، لكن حكم المباراة يقول لزاخو، هكذا يقول حسين كاظم تركي. في اللقطة الأخيرة تلعب محاولة عالية إلى الأمام، ارتقاء ومحاولة وكرة خلفية، وأمجد رحيم. أمجد رحيم هنا يلتقط الكرة من خلفية اللاعب مهيمن سليم ملاخ في كرة خلفية لعبها مهيمن، وصلت إلى أحضان أمجد رحيم. لاحظ هنا المحاولة والكرة والارتقاء كان من مهيمن سليم ملاخ، والكرة الخلفية وصلت إلى أحضان حارس المرمى أمجد رحيم في اللقطة الأخيرة. لاحظ هنا أمجد يلتقط الكرة ويصل إليها، وأمجد يتفوق في اللقطة الأخيرة. كرة في العمق إلى مهيمن، لا خطأ يقول حكم المباراة، مدافع ممتاز حسين مطر. هنا هانجا محمد يعيد كرة إلى الخلف إلى حارس المرمى علي كاظم. كانت كرة من يوسف رائد الآلوسي عالية إلى الأمام، محاولة تصل الآن إلى كيلون
في كرة كيلون، يغير في اتجاه اللعب، كرة عالية ورأسية وإلى خارج أرضية الملعب، كانت قريبة من العارضة الأفقية، رأسية زين العابدين سلام. هذا الصغير الماكر لعب كرة مباغتة لأمجد رحيم، كانت قريبة من المرمى لكن لسوء الحظ أنها كانت عالية وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هذه كان من الممكن أن يحرج أمجد رحيم زين العابدين سلام ويسجل هدف رائع في مرمى أمجد رحيم من خارج منطقة 18 يارد. لاحظ هنا الكرة العالية التي وصلت بالرأس وكانت قريبة لكن الكرة ذهبت إلى الخارج ولم تصل للمرمى. كرة عالية من الحارس أمجد رحيم، رأسية من باتريك، واصلة وخطأ وربما بطاقة صفراء على موسيس ويلشيكس. حكم المباراة يكتفي بالمخالفة. هنا حسين مطر على تنفيذ الكرة، والتعادل السلبي هو سيد الموقف في هذه اللحظات. كرة عالية، تباعد كبير في الخطوط الأمامية لفريق نفط ميسان، ربما غياب أكرم رحيم عن منطقة وسط الملعب أثر كثيرا على خيارات هيثم نشبول. كرة تلعب لكن فريق مميز، فريق نفط ميسان لا يتأثر بغياب أحد والحلول موجودة. جماهير تملأ أستاذ زاخو الدولي، هذه المدينة التي فيها 185 ألف نسمة في محافظة دهوك في كردستان العراق، المدينة التي يمر فيها نهر الخابور ويصب في مدينة فيش خابور ويلعب في أرضية الملعب أبناء الخابور. هنا خطأ وكرة فيها مخالفة، ضربة حرة مباشرة على زين العابدين سلام، عرقلة على هجهوج، ورضا سقط في اللقطة الماضية وكان من الممكن أن يخرج حكم المباراة الورقة الصفراء. تلعب كرة، استلام من بنيامين أكور وإبعاد يأتي من موسيس، مهيمن وعبد الله العلوي. عبد الله يبحث عن زميل يغير في اتجاه اللعب إلى زين العابدين، ممتاز هذا التغيير وتشتيت الذهن على المدافع رامي الوسماني، لكن الوسماني يتفوق. كرة سريعة إلى علي لطيف، وجد الفراغ وجد المساحات في انتظار الانطلاق الآن، الانتشار الوصول، وكرة تلعب على الجانب، محاولة خطورة أبناء ميسان فرسان المملكة العنابي يتقدمون الآن والسقوط لدالي، لكن حامد لا يشير إلى شيء. محاولة فيها ضغط الآن، فيها استخراج للكرة من الدفاعات، تلعب من هينكاو محمد إلى الأمام إلى مهيمن، تبادل الأدوار مع كيلون سانتوس سيلفا، يعود إلى عبد الله علوي، قريب من دوني ميغول ريباس، وريباس يلعب كرة إلى كابوي، كابوي وريباس، ريباس في المقدمة، يعود إلى موسيس. المحاولات من الزامبي إلى البرازيلي إلى الآلوس الأردني العراقي، تعود كرة مرة أخرى واصلة إلى هانجاو محمد، هانجاو يلعب كرة إلى الأمام، محاولة عند اليماني عبد الله علوي، عبد الله علوي، علوي وكرة ضعيفة أبعدها حسين مطر وتعود إلى بنيامين أكور. النيجيري ينطلق على الجهة اليسرى، يلعب كرة بيمناه، واصل إلى حسين كاظم كريسكوفوما لكن خطأ، وزين العابدين مرور رائع، مروى عبر وريباس يبحث عن سانتوس، وكرة لا تصل مع الكثافة العددية لدفاعات نفط ميسان. تعود كرة، حلول طلال في هذه المباراة هل هي موجودة؟ ومحاولة ورضا هجهوج، هجهوج يحاول ينطلق، محاولة وعملية المرور، مر وعبر وكرة عالية إلى الأمام، ولكن يوسف رائد الآلوسي. بالمناسبة الانتصارين لزاخوك فقط على فريقين من الشمال، على أربيل ونوروز. وهنا محاولة تلعب وعملية المرور، أين التمريرة؟ يهيئ كرة علي لطيف يعيدها، فرصة وتسديدة والكرة تعود من الدفاعات. وهنا المحاولة عادت مرتدة والكرة تعود فيها تدخل وخطأ ومخالفة، ضربة حرة مباشرة لصالح فريق زاخو في هذه اللحظة. حامد كان قريب وأشار إلى المخالفة والخطأ والضربة الحرة المباشرة. لاحظ هنا ميغول ريباس أراد العبور لكن قطع الطريق.
تلعب كرة وتتهيأ في هذه اللحظات إعادتها إلى الخلف. كرة أمامية ولكن سقوط حكم المباراة لا يقول فيه شيء أبدا. مهيمن يبحث عن مخالفة وخطأ. تعود كرة إلى سواليو دابيلا كواتارا، نقلة من جانب الإيفواري إلى المغربي رضا هجوج. كرة عالية إلى الأمام لم تصل إلى النيجيري بنيامين أكور. تعود الكرة وخطأ وإيقاف اللعب. في قانون كرة القدم إن سقط لاعبين في آن واحد فحكم المباراة مجبر على إيقاف عملية اللعب. اصطدام ودماء تخرج من رأس البرازيلي موسيس ويل شيكس في هذه اللحظات. حامد يتحدث مع محمد سلمان في غرفة الفار. لاعبين في آن واحد في يوم ما. كان المدافع الإنجليزي الشهير جون تيري المحترف في صفوف تشيلسي في إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مقابلة صحفية قال: أخبرنا مورينيو عن شيء أنا طيلة مسيرتي لم أعرف، وهو السقوط للاعبين في آن واحد. قال: في أي تدخل اسقط أنت وجاري كاهل في ذات التوقيت، حتى يكون حكم المباراة مجبر على إيقاف عملية اللعب. وطوال الخبرة وتواجدي في تشيلسي ومنتخب إنجلترا لم أكن أعرف هذا الشيء. هنا التدخل، وهذه حالة السقوط التي أمامكم الآن مع سقوط لاعبين من آن واحد. حكم المباراة مباشرة أوقف المباراة. بالسلامة لعبد الله علوي هنا، وكذلك موسيس ويلشيكس البرازيلي. كادر الطبي في أرضية الملعب. حكم المباراة ربما يعود إلى غرفة الفار يرى الحالة. محمد سلمان سيراجع التدخل الأخير. وأمامك المدرب الأردني هيثم الشبول يعطي التعليمات لحسين كاظم نجم منتخبنا الشبابي. دماء تخرج في هذه اللحظات من موسيس ويلشيكس هنا. قد ينذر كوفوما. كريس كوفوما كونغولي أمام قرار مصيري من الفار. حامد يعود إلى الفيديو. يبدو أن الفار لديه قراره. ومحمد سلمان هنا يعطي اللقطة لحامد علي حكم الوسط حكم الساحة. في هذه اللحظات مراجعة الفار تأتي الآن من أجل اتخاذ القرار. لاحظ هنا اللقطة والتدخل من كريس كوفوما. في هذه أعتقد بأن حكم المباراة سيخرج الورقة الحمراء على كوفوما. تهور من كوفوما وإيذاء للاعب وخروج للدماء. الفار موجود يا كوفوما. حكم المباراة سيخرج الورقة الحمراء أنا برأيي واعتقادي مشاهدينا الكرام في هذه اللقطة. حامد يعود إلى الفار. ورقة صفراء على كريس كوفوما. قرار لحكم المباراة مع الحالة، مع صعوبة الحالة. أعطى ورقة صفراء لكريس كوفوما. حمد علي اكتفى بالإنذار. هنا هذه واحدة وهذه الثانية، وحكم المباراة يشهر ورقة صفراء. طلال يعترض ويتحدث مع أحمد عسكر. هنا اللقطة والمحاولة وبالسلامة لموسيس ويلشيكس. كوفوما الكونغولي يعتذر، لاعب كبير. الشبول في حيرة من أمره. 3 تعادلات مقابل خسارة واحدة و4 انتصارات. 8 مباريات حصلته 15 نقطة. هنا كرة تعود الآلوسي. هانجا ومحمد. بنيامين أكور يتدخل. يعود حامد إلى مخالفة وضربة حرة مباشرة على بنيامين. بالسلامة لهانجا ومحمد في اللقطة الأخيرة. هنا بنيامين أكور يتحدث مع حكم المباراة حمد علي، يقول عود إلى الفار. هذه لقطات لا يعودون فيها إلى الفار إلا كان فيها تدخل قوي يا بنيامين. هنا المحاولة واللقطة وإبعاد
مع تدخل من بنيامين لا يستوجب ورقة صفراء باعتقادي. نعم، كان هنالك نية لدخول قوي ولم يحدث، وحكم المباراة أعطى مخالفة وهو كافي. هذا القرار أنا في اعتقادي. كرة تلعب من سواليو كواتارا إلى علاء الدين دالي. علاء يحاول، يعني لو مدرب فريق نفط ميسان يملك لاعب مهاجم صريح غير علاء الدين الدالي لشاهدتم دالي غير، يعني كمهاجم وهمي أو صنع لعب خلف المهاجم سيكون مركز مميز لعلاء الدين دالي. أنا لا أراه يتحرك في ظل انعدام الكرات. لاحظ هنا يأتيك بالكرة ويعطيك حلول دالي، مراوغات، تمريرات جيدة، وكرة يعود فيها إلى كريسكو فوما. محمد سعيد يحاول، وصلت إلى حسين كاظم، عادت إلى محمد سعيد بن حسين مطر. سعيد ينقل كرة عالية تصطد وتعود مرتدة الآن كيلون سانتوس إلى مهيمن، لكن يخطأ في التمريرة الأخيرة. وكرة عالية تلعب. رضا الهجهوج، علي لطيف قريب، رضا ودالي، تمريرة إلى علاء، تدخل وهنا محاولة ومخالفة. مخالفة قد تأتي، لا شيء يقول حكم المباراة. عبد الله علوي قطع ممتاز. تعود الكرة والمحاولة تصل الآن لمصلحة لاعبي فريق زاخو في هذه اللقطة واللحظة. تعود إلى عبد الله علوي. علوي يبحث عن سميل، يلعب كرة عالية إلى الأمام. سانتوس بالرأس، لكن يا سانتوس لا استغرب في هذه المباراة من إجلاس غوستافو هنريك البرازيلي الذي لديه 3 أهداف أو 4 أهداف مع زاخو. زاخو مسجل 5 أهداف، هنريك سجل 4 من ال5 وهدف لمارسيليو في 7 مباريات سابقة لزاخو. رمية جانبية تأتي الآن لمصلحة لاعبي نفط ميسان، والمحاولة عند محمد سعيد، عالية من محمد إلى الأمام لكن لا أحد موجود، وكرة تذهب في هذه اللحظات إلى الخارج. واضح مؤسس تفوق حتى في عدد التمريرات، 119 تمريرة لزاخو مقابل 110 النفط ميسان. زاخو لديه أفضلية لكن المحاولات لا تجدي نفع. هنا محاولة إلى دالي، خطير في منطقة الجزاء. دالي يلعب كرة، كوفوما لف ودار وسدد، لكن كرة تصطد وتعود إلى الأمام. مهيمن وسواليو المتقدم. مهيمن يبحث عن سانتوس وسواليو بذكاء هنا يرتكب مخالفة وخطأ في هذه اللحظات. هذا كواتارا. إعادة المحاولة من جانب حامد علي الآلوسي. هنا اللقطة والتدخل من سواليو على مهيمن، كان ذكي في التدخل، يحاول عمل خطأ في أي طريقة حتى لا يمكن التمرير. الآلوسي إلى الأمام. سانتوس خارج الفورمة، لا أعتقد بأنه سيستمر حتى شوط المباراة الثاني. كيلون سانتوس سيلفا البرازيلي صاحب 34 سنة. رمية جانبية عند محمد سعيد، وثاني مباراة تسير إلى التعادل السلبي في الجولة التاسعة في هذا اليوم بعد مباراة القاسم والكرخ التي انتهت بالتعادل السلبي، بينما مباراتين كان فيهما أهداف. أربيل ب3 في مرمى الميناء، والنجف يتفوق على أمانة بغداد في بغداد ب2 مقابل هدف. لاحظ هنا بنيامين الكور واللقطة الأخيرة. كرة عالية تلعب عند هينجا محمد إلى عبد الله علوي، ممتاز في الاستلام. عبد الله يصل إلى كرة يحاول فيها على الطرف، ينقلها ممتازة إلى كيلون. كيلون لف ودار ومرر لكن كرة ضعيفة. كيلون لا في التمرير ولا في الكرات الراسية ولا في التسديد حاضر بشكل جيد. كيلون كرة عند زين العابدين سلام، لاعب مهاري يلعب كرة ومحاولة عالية لكن إلى خارج أرضية الملعب. الكرة فيها ضربة مرمى عند أمجد رحيم. هذا زين العابدين سلام في أول ظهور لزين العابدين كان في ملعب الزوراء في مباراة سامراء والزوراء، يومها انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني دفع فيه أيوب أوديشو في زين العابدين سلام وظهر هذا الموهوب.
هنا كرة عالية، عبد الله علوي لاعب من الفئات العمرية إلى الزوراء ورحل إلى الفريق الأول وقدم مستويات جيدة، لكن غادر في الموسم الذي ذهب فيه إلى الطلبة الموسم الماضي. هنا هينجاو محمد سانتوس كيلون، محاولة، فرصة هدف، تمريرة، هي كرة الجول يا زين العابدين، الفرصة لكنهم وصلوا لكنهم منعوا، والراية والتسلل. يعني كان دوني ميغول ريباس كان من الأفضل أن يسدده ولا يمر، حتى كان تسلل حاضر. لاحظ هنا تسلل في اللقطة الأولى على مهيمن في هذه الكرة، تسلل. برافو حسين كاظم تركي مساعد الحكم الأول، كان موفق في قراره. وملعب زاخو يمتلئ الآن عن بكرة أبيه، ملعب ممتلئ بالجماهير. تركوا جسر دلال وأتوا إلى ملعب زاخو، إلى مؤازرة زاخو. وهنا كرة عالية إلى الأمام في نواحي زاخو، في هزاوة ودركار وباتيفيا، الكل خلف زاخو، والكل ينتظر هدف لفريق زاخو. تلعب كرة عالية إلى الأمام، هنجاو سانتوس يحاول ورمية جانبية لصالح زاخو، سانتوس موجود، يلعب كرة إلى ريباس، ريباس يبحث عن سانتوس، سانتوس يصل والكرة يحصل فيها ركنية على محمد سعيد. نعم ركنية واضحة على محمد سعيد، لا داعي للاعتراض. محمد سعيد أبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب. وفي كل لقطة عودوا إلى الفار، المباراة لا تكتمل يا أكور ويا محمد سعيد. هذه الكرة والإبعاد ولم يلامسها اللاعب كيلون سانتوس. لاحظ هل لمست؟ أنا أراها لم تلامس، حكم المباراة أيضا رآها كذلك. وكرة عند عبد الله علوي، علوي يحاول، هل تهتز شباك فرسان المملكة في هذه اللحظات؟ كرة عالية واصلة في منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد ممتاز وريباس، الله، كرة جميلة جدا لفة من ريباس، لكن عليهم عبور جدار ميسان وسدها العالي. لاحظ هنا أحسن مطر كان سدا منيعا أمام الكرة الماضية. محاولة أخرى، فرصة وأمجد رحيم، إبعاد يأتي وريباس يتابع، تعود كرة ومحاولة لصالح فريق زاخو. ريباس يحصل على ركنية أو رمية جانبية في هذه اللحظات، يطلب منهم الاقتراب، يطلب منهم الوصول. الكرة عالية ومحمد سعيد، عبد الله علوي أعادها، تعود كرة ووصول كابوي في لقطة وضغط الآن من زاخو قريب وارتباك في دفاعات ميسان. هنا محاولة تعود إلى عبد الله علوي، يمرر إلى ريباس يحاول يفتح فراغات، ينقل كرة عالية ريباس، ولكن أحسن مطر أمام كل خطر، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح زاخو، ضغط من أبناء القابور، وفرسان الشمال يضغطون على فرسان المملكة في هذه اللحظات. هذه كرة وعودة إلى الخلف عند الألوسي يبحث عن زميل يلعبها في وسط الملعب. مارسيلينيو، باتريك كابوي إلى زين العابدين سلام، يلعب كرة إلى باتريك، محاولة الزامبي في لقطة وكرة في منطقة الجزاء وأحسن مطر. هذا سانتوس وصل، هذه كرة تلعب ومحاولة وإبعاد، ودفاعات ميسان متماسكة، دفاعات ميسان إلى الآن حاضرة، ودفاعات تفت ميسان واقفة ندا للند أمام الهجوم الزاخولي وأمام الضغط الزاخولي. وهنا كرة ومحاولة، سواليوك وتارا دابيلا يبعد كرة إلى الأمام ومحاولة تصل ورأسية عند لاعب الوسط موسيس ويلشيكس يلعب كرة علي الأنقاو، تمريرة واصلة لعبد الله علوي، واحدة يا عبد الله وسانتوس في مكان، عبد الله وسانتوس يذهب إلى الخط الأمامي، ولكن استعجل في الذهاب. لو ذهب الكرة سانتوس لكان الأمر مغاير. عبد الله علوي ولمسة يد، حكم المباراة يقول خطأ ومخالفة، وعبد الله يعترض على قرار الحكم المساعد في هذه اللقطة. لمسة يد واضحة يا عبد الله علوي، يمني آخر موجود في أرضية الملعب مع رامي الواسمان الذي يلعب لنفط ميسان. لاحظ
هنا لمسة اليد واضحة والمخالفة حاضرة، لا داعي للاعتراض. جماهير زاخو تزين ملعب زاخو، مدرجات ملعب زاخو. كرة عالية ومتابعة من بنيامين أكور. في وسط الملعب أيضا موجود هجوج. فرصة المرتدة سواليو وصلت إلى الأمام إلى رضا الهجوج. رضا الهجوج يبعد عن زميل والوسماني موجود في مكان، يستلم رامي، يحاول اليمني لكن كرة قطعت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. إيقاف لعملية التنفيذ. حديث من جانب حكم المباراة مع بنيامين أكور ويوسف العلوسي. كم سيضيف حكم المباراة؟ تدخل ولا يقول فيه شيء حكم المباراة ولا المساعد. تمريرات وكرات ومحاولات. كرة على الجانب عالية واصلة إلى الأمام. إبعاد من كوفوما. رمية جانبية لزاخو في هذه اللحظات. ضغط موجود، ضغط يمارس وأعتقد بأنهم قريبين من الهدف الأول. سانتوس وبالسلامة بالسلامة للاعب نفط ميسان في اللقطة الأخيرة. السقوط لعلي لطيف وكرة بوجه اللاعب. 3 دقائق يعلن عنها أحمد عسكر و الوقت الإضافي 3 دقائق على التعادل السلبي. تستمر هذه المباراة أيها الأحبة أيها الكرام. لاحظ هنا الكرة التي اصطدت بوجه اللاعب علي لطيف وحكم المباراة سرعان ما أوقف المباراة. هنا إيقاف المباراة والاطمئنان على سلامة علي لطيف. اصطدمت الكرة برأس اللاعب والشبول دائما ما يكون مميز في شوط المباراة الثاني. هل يتفوق في تغييرات على طلال البلوشي؟ هل لديه في الدكة ما يسعف لتحقيق الفوز والحصول على فوز ثمين من هون ملعب زاخو؟ حديث حاضر. طلال البلوشي في حيرة، يريد الهدف، يريد الانتصار. كيف ستكون النهاية يا طلال؟ اللاعب القطري الدولي السابق طلال البلوشي الذي ظهر في أفضل أحواله مع السد ومثل العربي والمرخية ومسامير، وأعير في فترة من الفترات إلى الشباب السعودي، واليوم موجود في زاخو خلفا للسوري نزار محروس. بالسلامة لعلي لطيف يغادر أرضية الملعب. يبدو أنه لا يستطيع إكمال المباراة. بالسلامة لعلي لطيف. الكرة كانت قوية وتمنى السلامة لعلي لطيف. تعود الكرة إلى وضع اللعب. أمجد رحيم يمسك بها والكرة تعود عند سواليو كواتارا. سواليو ينقل الكرة الإيفواري، كرة عالية واصلة إلى النيجيري، تعود إلى كريسكو فوما. رامي الوسماني يتقدم. رامي يلعب كرة بيمناه عالية والبحث عن بنيامين أكور. وصل إليها بنيامين، يبحث عن زميل، يلعب كرة إلى دالي، تباطأ تأخر، هي كرة الجول والمطالبة باللمسة يد، لكن كرة مرت ومحاولة تعود. سانتوس كيلون برازيلي يحاول ولا خطأ يقول حكم المباراة. تعود كرة في الخلف من جانب حسين كاظم. نفط ميسان كان لديه فرصة من أجل تسجيل هدف ولكن لم يستغل الفرصة. تعود إلى مطر، يلعبها حسين في وسط الملعب، واصلة إلى علي لطيف، يغير في اتجاه اللعب علي. محمد سعيد يلعب كرة عالية إلى بنيامين أكور. بنيامين يحاول بالكنترول لكن كرة مرت ذهبت
إلى خارج أرضية الملعب. وتعود كرة سريعة من عناصر زاخو. هنكاو محمد، هنكاو، كرة هنكاو في لقطة التمرير لعبد الله العلوي. عبد الله انطلاقه، وعلي لطيف في تغطية ممتازة من علي، وخطأ يعطي حكم المباراة في هذه اللحظات على عبد الله العلوي. آخر دقيقة، ضاف 3 دقائق وانتهى الوقت المضاف، لكن بعد سقوط علي لطيف هنا حكم المباراة سيجعل هذا الشوط يستمر حتى الدقيقة 49 في اعتقادي. لاحظون اللقطة ما بين عبد الله علوي وكذلك اللاعب علي لطيف. كرة في وسط الملعب رأسية، آخر ثواني على نهاية الشوط الأول في وقته المضاف، ووقت مضاف على الوقت المضاف. تأتي كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. في هذه اللحظات لا زالت المباراة مستمرة، شوط سلبي إلى الآن على مستوى النتيجة، وأيضا أداء غير مرضي لجماهير الفريقين. هذه كرة تعود في الخلف، سواليو كرة عالية يلعبها إلى الأمام، البحث عن علاء الدالي وخروج لعلي كاظم. برافو علي في الأعالي يا علي، كرة أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. علي كاظم كان ممتاز في الإبعاد الأخير. لحظات أخيرة، سنصل إلى الدقيقة 50 يا حامد. ولاحظ هنا الكرة تخرج إلى خارج أرضية الملعب بعد إبعاد حارس المرمى محمد سعيد. وبنيامين دالي يحاول على كرة تصل إلى علاء، والعلوسي يبعد، وهنا إبعاد يأتي أيضا من لاعب الوسط. وأيها الأحبة أيها الكرام، حكم المباراة السيد حامد علي ينهي أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف ما بين زاخو ونفط ميسان، في انتظار شوط ثاني مغاير، وبعد إعطاء التعليمات من المدربين في انتظار شكل جديد من الفريقين في شوط المباراة الثاني.
عرضيه خطره هذه بالراس، جول جول. فلاح عبد الكريم يسجل اول اهداف المباراه بالدقيقه 15 من عمر اللقاء. وبالتالي شوفوا بالاعاده تاخر علينا المخرج، شوف هذا اللاعب اللي هو بريمل كان متاخر مع انطلاق الكره وبالتالي لعبها فلاح براسيه. شوف الكره من اللاعب بيريجيان ميسوكي وراسيه من فلاح على يمين الحارس عبد الرحمن محمد. فعلا تقدم القاسم على الحدود باول اهداف المباراه عن طريق فلاح عبد الكريم. كره ارتدت من حيدر ماجد مقطوعه وتسديده جول. كره جميله من ابراهيم غازي يسجل هدف الشق الرابع هذا الموسم بالدقيقه 30 من عمر المباراه. بالدقيقه 30 من عمر المباراه اللاعب ابراهيم غازي. شوف الكره من جديد، شوف من خارج منطقه الجزاء تسديده رائعه الى يعني باعتقادي احمد شاكر يتحمل مسؤوليه هذا الهدف. احمد شاكر يتحمل مسؤوليه هذا الهدف. شوف الكره ومرت الى سقف المرمى وادرك من خلالها ابراهيم غازي اللاعب اللي لعب لجهوف واللي قادم من نوروز. فشوف الكره تسديده من بعيد وهدف التقدم من ركله حره يلعبها اللاعب بيريجيان ميسوكي ويسجل هدف الشخص الثاني بعد ان سجل في شباك نادي اربيل، يسجل في شباك نادي الحدود بعد اقل من دقيقه. شوف الكره لعبت وكره وابراهيم يلعبها الى سقف المرمى. شوف حركه لعب جميله يدرك من خلالها التقدم او التعادل لفريق الحدود. كره حلوه من ابراهيم غازي يسجل من خلالها هدف الشخص الثاني في المباراه والخامس له ليقفز الى وصافه الهدافين. كره جول هاتريك لا اللي سجل اللاعب رقم 18 حسين جاسم من ركله حره. شوف الكره ترتطم وتعانق الشباك وحسين جاسم يسجل هدف جميل يسجل حسين وتمر من بين المدافع والمهاجم ابراهيم غازي وحسين جاسم بيساريه ترتطم بالمدافع وتعانق الشباك ويعلن تقدم الحدود ب3 اهداف مقابل هدفين لفريق القاسم. هدف التقدم بالدقيقه الثانيه من عمر شوط المباراه الثاني الدقيقه 47. حسين جاسم لاعب الديوانيه السابق يحرز هدف التقدم. عاليه الكره خطره هذه لكن مرت الى الحارس وتسديده ترتد من الدفاع بعد خطره وجول سيف الدين ظاهر يعادل الكفه بالدقيقه 75 من عمر المباراه. سيف الدين ظاهر يعادل الكفه بالدقيقه 75 من عمر المباراه. خلينا نشوف اللاعب سيف الدين ظاهر البديل يعادل الكفه بالدقيقه 75 يتوغل ويلعب كره بيساره الى داخل الشباك ويحرز هدف التعادل. شوف الكره ارتدت وسيف الدين يستحوذ عليها ويلعبها الى سقف المرمى ويدرك التعادل لنادي القاسم. 3 القاسم 3 الحدود. مباراة ب6 اهداف واول مرة نشاهد تعادل ب3 اهداف. سيف الدين ظاهر
وتمشي من علي يعيد هذه الكرة من محمد. محاولات مستمرة والبحث عن هدف أول. يا ليت تحسين 4 دقائق كوقت إضافي. جول أول بوقت قاتل. نعم، يأتي أول أهداف المباراة. الهدف القاتل في الوقت القاتل. أسود العاصمة تشعر الأسود بملعب الأمانة بالهدف الأول في المباراة بعد محاولات استمرت. جاء الهدف الأول يفاجئ الجميع ويفاجئ باسم قاسم. جاسم يسجل الهدف الأول في المباراة بالوقت القاتل بالوقت الإضافي. شاهد هذه تمريرة شرار علي، لكن جاسم نعم يأتي من الخلف ويفاجئ المدافعين ويخطف الكرة ويسجل أول أهداف المباراة. جاسم محمد بعد معاناة الانتظار. هو المبدع المتألق عبد القادر طارق يسجل الهدف الأول برأسية خاطفة، برأسية بالدقيقة 35. عبد القادر طارق يسجل هدف المباراة الأول لكربلاء ولا أروع. لاحظ كرة رائعة من عبد القادر طارق. شوف الرأسية على الطاير يلعبها إلى سقف المرمى ويحرز هدف التقدم الأول من كرة رأسية جميلة ولا أجمل ولا أروع لعبد القادر طارق. عرضية وتبعد من ويلسون، تعود إلى مصطفى راضي، يتركها للمدافع محمد وبالرأس من أخرى خطرة. جول أحمد خالد. انتهت ال 45 دقيقة، راح نلعب بالوقت المحتسب بدل ضايع. شوف الكرة، شوف رأسية من عبد القادر ومتابعة من أحمد خالد على نقطة الشباك. متابعة انطلق من خلف المدافعين. شوف انطلق ومجتبى كان متأخر وبالتالي لا سقف المرمى ويعلن تقدم كربلاء بهدف ثاني. 2 كربلاء لا شيء الشرق. أحمد صلاح جعفر عبيس على الطرف. جول يخلص من خلال جعفر عبيس النتيجة بالدقيقة 83 من عمر اللقاء. جعفر عبيس يخلص النتيجة بالدقيقة 83 من ركلة جزاء.
لاعبين كل 5 دقائق انا موقفه 3 دقائق، بس احنا نقول ما يخالف يتعلم الحكم ويتعلمون الحكام الدوري العراقي المباريات القادمه المرحله القادمه. اتصور انه راح يصحح هواي اخطاء. طيب كابتن الامير، احنا كما شاهدنا الان في الصوره يعني دخول كوستافو وامجد عطوان، يعني هذه تغييرات زاخو. يعني هذه القراءة الفنية اعتقد هو ريحهم عن المباراة السابقة، اعطاهم فترة زمنية كافية يعني يشركهم يستفاد من خدماتهم في الشوط الثاني. اعتقد هنا نقطة تحول في المباراة، وما يحسب للكادر الفني انه عدم اشراك طيب الظهيرة يعني. كابتن نعم. يعني اعتقد انه الكفة راح تميل لزاخو في هذا الشوط، ونفض ميسار راح يبقى بنفس التحفظ في هذه المباراة. طيب ننتقل الان الى ملعب زاخو، وهناك المباراة والشوط الثاني لزاخو ونفط ميسان. وامير علي لك الكلمة. إذن على بركة الله يبدأ شوط المباراة الثانية أيها الأحباء أيها الكرام. تعلن صافرة حكم المباراة السيد حامد علي عن بداية شوط المباراة الثاني، هذا الشوط الذي ينتظر فيه زاخو التغييرات مع إجراء التغييرات. وهذه أول محاولة وكرة مبعدة إلى وسط الملعب، كرة تلعب إلى الأمام والفرصة تعود إلى البديل. هذه كرة تلعب الآن أو هذا كابو ينقل كرة عالية في انتظار الوصول والمتابعة موجودة. هنريك الآن وصل إلى أرضية الملعب، هنريك موجود مع أمجد عطوان. غوستافو اشترك البرازيلي، الكرة عادت وكرة عالية واصلة رأسية هنريك وفي أحضان أمجد رحيم. إذن غوستافو هنريك مع أمجد عطوان ومغادرة عبد الله علوي، وأعتقد بأن مهيمن أو كيلون هو الذي لا والله دوني ميغويل ريباس هو الذي غادر. لاعبين من وسط الملعب غادروا في هذه اللحظات. كرة تعود إلى بنيامين أكور. هل يتحسن زاخو مع تغييرات طلال البلوشي أم إن الأمور نفسها مع احتفاظ السيد مدرب نفط ميسان هيثم الشبول بنفس الأسماء؟ هذه الكرة تعود، محاولة وعودة إلى الخلف. حسين مطر كرات ومحاولة البحث عن الهدف الأول للفريقين. الربع ساعة ما بعد الدقيقة 60 من الدقيقة 60 إلى الدقيقة 75 هو أفضل وقت لكي يسجل فيه فريق زاخو، وآخر ربع ساعة وأول ربع ساعة من المباراة هو الوقت المحبب والمفضل لنفط ميسان. عادت الكرة عند أمجد رحيم عالية ومحاولة تصل إلى الأمام. دالي رأسية لا يتمكن منها رضا الهجوج، وتعود كرة الهجوج في محاولة يبحث عن مرور وعبور، مر وعبر ولكن هنالك قطع وتدخل. كرة عند موسيس والشيكس ينقل كرة عالية، أصبح على الجهة اليسرى كيلون سانتوس سيلفا. كيلون يحاول، كيلون ينتظر، كيلون أين الزميل؟ وكرة تعود مرة أخرى. أمجد عطوان عملية الانطلاق المرتدة الآن. أمجد يحافظ على الكرة ويطالب بخطأ. الكرة يا أمجد لا زالت فيها خطورة، اترك الخطأ، ولا زالت أصلا هي الكرة بحوزتك. الكرة تعود مرة أخرى، مخالفة ولكن حكم المباراة لا يقول شيء. عودة إلى الخلف والمحاولة تعود إلى علي كاظم، ممتازة من علي كاظم اتجاه هنقاو محمد. هنقاو يبحث عن زميل، هنقاو وهنريك قريب. هنقاو يلعب كرة في العمق إلى مهيمن، هنريك ومهيمن. الكرة لا زالت والمحاولة تعود. زاخولية في انتظار زين العابدين سلام، والعرضية لا زالت. زين يحاول ينتظر مرور كوفوما، ينقل كرة عالية وسوالي ويتدخل وإبعاد وعلي لطيف، لكن هذه كرة موسيس البرازيلي والتمرير إلى زين العابدين. عادت موسيس وأمجد عطوان قريب يبحث عن الكرات البعيدة. هنريك وأمجد عطوان، عطوان يلعب كرة في مكان إلى مهيمن والعرضية، وكرة تصطد وتخرج إلى خارج أرضية الملعب. تعود المحاولة إلى مهيمن. زين العابدين في لقطة وكرة عالية من هنقاو، رأسية ولكن متابعة حاضرة. حسين مطر بالسلامة والخطأ والمخالفة لمصلحة قائد فريق نفط ميسان في اللقطة الأخيرة حسين مطر. هذا كيلون سانتوس سيلفا، والتدخل على حسين مطر في اللقطة الأخيرة. والكرة فيها مخالفة وضربة حرة مباشرة مع سقوط لقائد كتيبة نفط ميسان في أرضية الملعب حسين مطر. أمجد رحيم وكرة عالية تلعب إلى الأمام، واصلة في وسط الملعب، رأسية من جانب زين العابدين سلام، حصل عليها مرة ثانية وتدخل وخطأ، وحكم المباراة يشير إلى مخالفة
على اللاعب حسين كاظم بعد التدخل على زين العابدين سلام، يعاني من إصابة على مستوى العضلة الرباعية. لاحظ هنا التدخل والسقوط، كان داس على القدم يستحق بطاقة صفراء، لكن حكم المباراة اكتفى بالخطأ. طلال البلوشي ينتظر ويناظر طلال. أمجد عطوان مع التغييرات، هل يتحسن شكل زاخو؟ هل تتزين مدينة الخابور بألوانها الحمراء بعد تسجيل الهدف الأول الذي يبدو أنه قريب مع هذا الدخول لفريق زاخو؟ دخول بقوة، وهنا بنيامين أكور زين العابدين لف ودار، بنيامين مر بطريقة رائعة إلى كوفوما يتخلص وينقل كرة إلى رامي الوسماني. الوسماني كرة من اليمين وكرة عالية تلعب باتجاه أكور، رأسية واصلة، لكن التسديدة تأتي الآن بعد الإبعاد الذي كان من باتريك مارسيلينيو، وكرة تلعب سانتوس بالكعب. إعادة الكرة إلى الخلف، رضا الهجهوج مرت كرة من أمامه وذهبت إلى خارج أرضية الملعب بعد أن قطعت وذهبت إلى رمية جانبية. بنيامين أكور، هذا تمساح وليس نسر في أرضية الملعب، بإمكانه الالتفاف والمرور والانحراف ويفعل كل شيء ويصل إلى المرمى، وهنا خطأ ومخالفة، أو حكم المباراة يقول رمية جانبية. لا خطأ لباتريك كابوي. كرة عالية من رضا وإبعاد من علي كاظم. تأتي المحاولة على الدين الدالي، كوفوما، لكن هنقاو محمد متألق متميز، والحكم يشير إلى خطأ لصالح فريق زاخو في هذه اللحظات. أمجد عطوان يرتدي إشارة القيادة، وبعد العودة من الاحتراف من فريق الشمال القطري وصل إلى مدينة زاخو إلى الخابور الذي كانت له تجربة مع الكويتي نجم السابق للشرطة والنجف ونفط الوسط وكربلاء، والآن موجود في زاخو. تعود الكرة، لاعب الحاصل على بطولة كأس الخليج 2025 أو في 2023 خليجي 25 في البصرة. هذه محاولة عند رضا الهجهوج، يلعب كرة ممتازة إلى رامي الوسماني في انتظار عرضية من اليماني، كرة عرضية لافة والوصول، وأكور قد يصل إلى الكرة. بنيامين على الكرة يقول حكم المباراة، لكن موسيس ويلشيكس البرازيلي يمر الكرة، تعود مقطوعة إلى كوفوما. علي لطيف في مكان وفراغ، وهنا كرة إلى أكور. بنيامين كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب، ممتازة الكرة وبنيامين ضيعها. بنيامين أكور حصل على كرة وفرصة لإضافة هدف ثالث له في مسيرته هذا الموسم مع نفط بيسان أمامك النيجيري. لاحظ هنا الكرة التي وصلت من علي لطيف، لكن بنيامين فكر بطريقة صعبة ربما تكون على حارس المرمى، إلا أن كرته كانت بعيدة عن قائمه الأيسر وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. لقطات الإعادة الواضحة أمامكم لهذه الكرات، وهنا المحاولة في انتظار تنفيذ ضربة المرمى. ربما حارس المرمى يطالب الكرات علي كاظم. تعادل أنا برأيي غير مرضي لزاخو، خصوصا في زاخو، الفريق متعطش للانتصارات. هذه كرة والدالي، وهنا علي كاظم أبعدها برأسه. محاولة تذهب وربما خطأ، لكن لا خطأ يقول حكم المباراة لكيلون. تعود كرة عند رودريك كابوي. رودريك يحاول على كرة الزامبي الظهير الايسر لمنتخب زامبيا، يلعبها في منطقة الجزاء. ابعاد ثنائي من دفاع نفط بيسان. أمجد عطوان يحاول، ولكن علي لطيف يتفوق. تعود كرة مرتدة الآن على، لكن من غير عنوان، وصلت إلى الدالي، عادت إلى علي كاظم، يلعبها عالية في وسط الملعب، لا أحد، وحسين كاظم بالراس. هذا رودريك. تعود كرة ومحاولة إلى الأمام، بطاقة صفراء على سوالي أكواتارا، يقول على الكرة، لكن رأيناها كلنا إنها على اللاعب، وبطاقة مستحقة لسوالي أكواتارا لفواري، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. أول بطاقة صفراء في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 53 على سواليو، الدقيقة 54. لاحظ
تدخل كان على اللاعب والكرة، تدخل واضح وبطاقة صفراء مستحقة. اعتراضات من جانب القائد حسين مطر، حكم المباراة يطلب من الهجوج العودة إلى الخلف قليلا، وبدأ التصعيد في مدرجات زاخو والانتظار من أجل الوصول إلى الهدف. تلعب كرة وضربة حرة مباشرة عليها أمجد عطوان من هذه الكرة الثابتة مرمى نفط ميسان مهدد، وهذه كرة قريبة ولكن علي لطيف قراءة ممتازة لعلي. تعود الكرة إلى أمجد عطوان، محاولة وعودة إلى الخلف، تعود إلى أنكاو، يلعب كرة عالية، البحث عن المحترف البرازيلي سانتوس كيلون، وهذه محاولة على الكرة. يقول حكم ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ موسيس ويلشيكس هنا بدأت التدخلات وبدأت الاعتراضات. موسيس ويلشيكس وفوضى في أرضية الملعب من اللاعبين، اعتراضات للسلامة لعلي لطيف، لاعبين من نفط ميسان، سقوط في آن واحد وتدخل الكادر الطبي. هنالك ضغط، أمجد عطوان يتحدث مع حامد علي، حديث هنا اعتراضات. الفار موجود لا يذهب، والفار موجود لا يذهب الحق فيه. حكم المباراة أيضا لديه إعادة وعودة للكرة. المحاولات الآن بالمناسبة زاخو يبحث عن انتصار على نفط ميسان، عمره 5 سنوات ولم يفز زاخو على نفط ميسان منذ 5 سنوات. هنا التدخل وجعل الفوضى تعم. ان الحكم اشار بان التدخل كان على الكرة، من ثم اعطى الانذار واعطى قرار اخر مغاير. هذه لقطة التدخل ثم اعادتها واشهر الانذار على موسيس ويلشيكس البرازيلي. بطاقة صفراء على ويلشيكس. بعد دقيقتين من الانذار الذي كان على سواليو. بالسلامة لرضا الهجوج. حامد يطلب الانتظار وبديل آخر. هنا حديث المساعد مع زين العابدين سلام، لا بديل. حامد ينتظر قرار من الفار، ونحن نذكر بأن أول مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الدوري الموقوف موسم 2013-2014، حيث التقى الفريقان في 3 ديسمبر عام 2013 لحساب الجولة السادسة، وانتهى اللقاء بفوز زاخو ب2 مقابل هدف، حيث سجل لزاخو ليوناردو البرازيلي والسوري علاء الشبلي، بينما سجل لنفط ميسان اللبناني خضر سلامة. وفي ثاني لقاء زاخو ونفط ميسان تعادلا سلبيا. هنا الحديث في موسم 2018 حقق زاخو انتصاره الأخير على نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء سجله يونس شكور. هنا إعادة اللقطات وتوقف المباراة. هنا تدخلات، وموسيس هل يطرد؟ بينما مارسيلينو كان يحاول تهدئة اللعب، وحامد ينتظر قرار من محمد سلمان على جملة التدخلات والاعتداءات التي حصلت بين اللاعبين. حسين كاظم واستمرار اللعب. كرة تلعب من أمجد رحيم، تمريرها بالعمق،
محاولة وكرة تلعب إلى الأمام. رضا الهجوج سيعود وعلى سعد مع بديل آخر بالرقم 17 في نفط ميسان. علي حسين حبيب سيشترك الآن. عاد الهجوج هل يعاني دفاعيا فريق زاخو أو نفط ميسان؟ حتى المدرب قرر بإخراج مدافع. نتيجة متعادلة والأمور تسير على ما يريد السيد هيثم الشبول الذي لا يريد الخسارة في خارج أرضه. مخالفة وضربة حرة مباشرة معها بطاقة صفراء على أمجد عطوان. ورقة صفراء على أمجد عطوان. هنا أمجد يتلقى الإنذار. التدخل على علاء الدين الدالي. هنا المحاولات. وضربة حرة مباشرة بعد التدخل الأخير من أمجد عطوان. مخالفة وكرة. وعلي حسين حبيب القادم من زاخو مع علاء السعد الذي يقضي موسمه الثالث. علي لطيف يغادر ومدافع آخر. علي حسين مطر غير قادر على إكمال المباراة أم أن السواليو بعد تلقيه الإنذار سيغادر؟ لا، حسين كاظم هو المغادر في هذه اللحظات. بماذا يفكر المدرب السيد هيثم الشبول؟ هنا كرة عالية لعبت إلى خارج أرضية الملعب. بماذا يفكر هيثم الشبول؟ تلعب مرتدة والتدخل وبطاقة صفراء في هذه اللحظات. نعم، مع أول تدخل ورقة صفراء يطالبون بالحمراء. الفار موجود، الفار موجود. بطاقة صفراء في هذه اللحظة، بطاقة صفراء على علي حسين حبيب. يلعب بطريقة الخمس مدافعين، سينتقل إلى 3-5-2. والله هذه أعتقد حالة الانفراد ليست تامة، لكن دفع حاضر وبطريقة ذكية علي أوقف هذه الهجمة. هل يحتاجون إلى الفار؟ لا أعتقد، يمكن قريب من المرمى. وحامد طلال البلوشي ينتظر قرار آخر غير أمجد عطوان وغير أيضا هنريك حتى يسجل هدف. ضربة حرة مباشرة ومخالفة. وحامد في انتظار حديث مع محمد سلمان. ربما يطرد علي حسين بعد التدخل الأخير. لاحظ هذا ربما قد يكلف ورقة حمراء. أقول ربما، والاحتمالية حاضرة، واحتمالية العودة إلى الفار. الفيديو فار يستدعي حكم المباراة. وهنالك حديث آخر، هنالك حديث آخر مغاير حقيقة لما أقر حامد للبطاقة الصفراء التي أشار إليها حامد علي. وعلي حسين مع أول وصول ربما يكون ثاني أسرع طرد في دورينا بعد طرد فهد اليوسف لاعب الشرطة عندما دخل بديلا. هنا الورقة الحمراء
هل حققت هذه الهجمة الانفراد التام والحقيقي وكلمة ومقولة آخر لاعب هذه اللقطة؟ هنا حكم المباراة استدعاه الفار، وأعتقد بأن هذه المرة البطاقة الحمراء واصلة وستخرج لا محال. هنا العودة للتمرير، لا أوفسايد في اللقطة. ولاحظ هنا لاعبين على خط واحد، هذا آخر لاعب من زاخو سيلغي الصفراء وسيعطي الحمراء، وبالتالي نفط ميسان منقوصا من العدد. البطاقة الحمراء تأتي الآن، وما فكر فيه الشبول كان خاطئا أبدا، لأن الخروج والعودة إلى الدفاع لم يكن خيارا موفقا لهيثم. طرد قد يغير أحوال المباراة، وعلي حسين مع أول وصول وأول نزول يطرد الآن بالبطاقة الحمراء، يطرد علي حسين حبيب. وزاخو مع لاعبها السابق والحديث والهتاف هنا، علي اعتقد قادم من النجف لكن كان مثل زاخو. لاحظ هنا واضحة حالة الطرد واضحة، لاحظ تدخل وآخر لاعب كان موجود. علي حسين يعترض على القرار لكنه كان قرار موفق بعد العودة إلى الفار. تلعب الكرة عالية إلى الأمام وإلى خارج أرضية الملعب، تفوق عددي لزاخو على نفط ميسان. هل يترجم ويستغل؟ السيد طلال البلوشي أنا برأيي لو اتجه إلى الهجوم وأضاف لاعب آخر في الخط الأمامي أفضل، لكن اليوم شاهدنا الطرد للاعب أربيل في مباراة أربيل والميناء، كان نتيجته خسارة الميناء بالثلاثة مقابل لا شيء، كانت نتيجة هدف وبعد ذلك أتى الهدفين، والأحوال كانت للفريق المنقوص. هل تكون الأحوال للفريق المنقوص أيضا في هذه المباراة؟ محاولة تلعب إلى الأمام، كوفوما يلعبها إلى بنيامين لكن دالي، هجوم كافي ولاعبين مميزين قادرين على تسجيل الأهداف. دالي 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 مطالبة بلمسة يد، هذه أخرى، هذه كرة ومحاولة ومطالبات، والكرة لا زالت في أرضية الملعب. تعود المحاولة لكريس كوفوما، هجوج يمر هجوج والكرة تطول وتغادر مع المطالبات بوجود لمسة اليد وسلسلة الاصطدامات للكرة باليد. هل الفار يتدخل وهل الفار يقر بأن هنالك ركلة جزاء؟ يا محمد يا سلمان أوفدنا بما لديك. لاحظ هذه كرة أولى صدت، أعتقد أنها شرعية لكن العين على الثانية ما فيها شيء وقرار موفق. هذه الثالثة الثالثة مشكوك فيها. طونا لقطة الآلوسي، طونا لقطة يوسف. لاحظ هنا الحالة الأولى، هنا لمسة يد، وفي الثانية مر ولعبها لم تصطد بأحد، هذه يبعدها علي بكل بسالة. لقطات سريعة يا مخرج المباراة، لو واحدة في إعادة أبطأ من هذه كرة الثانية ما فيها شيء أبدا، وهذه سلسلة لمسات مشكوك فيها. أعان الله حكم الفار على هذه اللقطة الصعبة. سواليو يتحدث مع حامد يقول لمسة يد، لكن حامد لديه فار، لديه مساعدين. المباراة متوقفة مشاهدينا الكرام في انتظار قرار غرفة الفار. لاحظ هذه هنا لمسة أولى، هنا اللمسة الأولى تركوها، عادت في الثانية والثالثة كلها مشكوك فيها، لكن اللقطة التي اصطدمت بالمدافع ثم بعدها حارس المرمى هذه لقطة شرعية تماما. لقطتين على الآلوسي كيف ستكون؟ استمرارية في اللعب، لا فار ولا قرار. تعود كرة من يوسف رائد الآلوسي، هنجا ومحمد على الجانب، كرة تعود
مرة أخرى زاخو ونفط ميسان وتعادل سلبي، وإن حصل التعادل فهو التعادل الثامن في تاريخ لقاءات الفريقين، الذي يقام الآن هو اللقاء الثاني عشر في سلسلة اللقاءات. تعود كرة تصل في الخلف عند باتريك مارسيلينو، مارسيلينو يبحث عن سميل في انتظار موسيس وأمجد عطوان. كرة في مكان هنقاو محمد من العلوسي على هنقاو، هذا موسيس محرك اللعب الآن. عودة لاعبي نفط ميسان إلى مناطقهم للحفاظ على النتيجة وعدم الخسارة. كرة تعود الآلوسي يمر إلى هنقاو، فتح طريق في انتظار كرة عرضية وكرة عالية، ولكن محمد سعيد يتدخل وإلى خارج أرضية الملعب. السلامة لهنقاو محمد من هذه اللقطة والكرة الأخيرة. إذن منتظر عبد الأمير مع رمضان صديق أو حميد حاجي. موسيس والشيكس يغادر وزين العابدين سلام، والدخول لمنتظر عبد الأمير مكان زين العابدين قادم من القوة الجوية، وأيضا حميد حاجي الذي يقضي موسمه الثالث مع زاخو. عالية الكرة، طلال يعلن الهجوم وكرة تلعب الآن. محاولة منتظر عبد الأمير، منتظر يحاول يعيد كرة وإلى خارج أرضية الملعب. هذه المحاولة فيها رمية جانبية. رامي الواسماني يلعب كرة إلى الأمام من جانب علي لطيف. إلى الآن زاخو لا يستغل النقص في نفط ميسان، والفريق يلعب كرة قدم كلاسيكية ليس فيها أي خطورة. داود المحاولة واصلة، هنريك يحاول وحميد، حميد في أول لمس، حميد ومرور وعبور، لكن مطر لا يمكن أن تعبر يا حميد. رأسية وكرة إلى هنريك، هنريك يمر إلى منتظر، منتظر البديل يلعب كرة ممتازة، سواليو مرت منها، هذه كرة عادت إلى سانتوس إلى مهيمن، الكرة عالية ومحاولة في أحضان حارس المرمى. الكرة في أحضان أمجد رحيم، يحمل الكرة في هذه اللحظات أمجد. هنا كرة وصلت إلى مهيمن وسددها، ولكن كانت في أحضان أمجد رحيم. كان كيلون سانتوس لعب كرة إلى مهيمن، وهذا مهيمن بيمناه سدد كرة وصلت إلى أحضان أمجد رحيم مرة ثانية، وإعادة الكرة والتسديدة التي صدها حارس المرمى لحسن الحظ كانت في مكان تواجد أمجد رحيم. محاولة وتقدم في هذه اللحظات، كرة عالية إلى الأمام واسماني، ومحاولة إلى دالي، دالي قد يمر، مطالبة بوجود التسلل، التسلل موجود، حكم المباراة يشير إلى التسلل، وحسين كاظم تركي يرفع الراية. تغيير الآن في نفط ميسان، سجاد محمد مهدي مدافع اليسار لمنتخب الشباب، أعتقد سيأخذ مكان محمد سعيد. سجاد محمد يأخذ مكان رضا الهجوج، سيدفع بمحمد سعيد كعمق دفاعي. مساكين ثلاثة، سواليو وحسين مطر وأيضا محمد سعيد. يخرج الجناح ويدخل الظهير، هذه كرة والتسلل على بينيامين أكور. تدار الكرات في دفاعات زاخو في كل مناطق زاخو ونواحيها، في أماكنها الرائعة، على نهر الخابور، في جسر دلال، وفي جوار جبل بيخير، وفي ناحية هزاوة ودركار وباتيفيا. الكل هنا ينتظر هدف لزاخو، وفي ملعب زاخو تتجمع الجماهير وتنتظر هدف الفرحة. هذه كرة وصلت إلى الخارج وتركت إلى أن تذهب إلى ضربة مرمى عند أمجد رحيم. هذا أمجد على التنفيذ، وكرة عالية إلى الأمام رأسية، وصلت وعادت هنقاو محمد، عادت إليه مرة أخرى، يبحث عن سانتوس في كرة، تقدم سانتوس الآن كرة سريعة ومحمد سعيد، والتدخل موجود على الكرة، يقول حكم المباراة وعلى مرتين. شجاعة محمد سعيد في كرة نجح في الإنقاذ، تسديدتين لكل فريق على المرمى، والثالثة قد تكون في المرمى. هنا محاولة، هنريك يحاول فيها، هنريك ينقل الكرة جوستافو إلى منتظر،
والوسماني يبعد. هنريك كنترول رائع، وهنريك الى امجد عطوان. عطوان من بعيد قد يصطاد امجد رحيم. تعود الكره، تمريره خاطئه. بنيامين اكور لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب ذكي، يلعب كره الى دالي. دالي بالسرعه يمر، مارسيلينيو يتابع والكره الى علاء. دالي ينتظر الالوسي وكره تصطاد والسقوط، ودالي لا زال يطالب بركله جزاء. علاء الدين الدالي. تعود كره في وسط الملعب. حميد حاجي. حميد الى منتظر. حميد يحاول لف ودار، وعلي لطيف يضغط. وهذا علاء سعد. لا اعلم لماذا المدرب لا يدفع بجعفر ناصر في هذه الاوقات. يعني لاعب جيد، لاعب لديه ايضا هدف. جعفر ناصر في مرمى نفط البصره قادر على التسجيل ويعطي الخيار. هذه كرة تسديدة من بعيد، لكن باتريك مارسيلينو البرازيلي كرته إلى خارج أرضية الملعب. دخلنا الربع ساعة الأخيرة، الوقت المحبب لنفط ميسان. هل نرى فيه هدفا؟ نحن ننتظر. هل يسجلون في هذا الوقت؟ عالية هذه الكرة، رأسية وإبعاد، مخالفة وخطأ لمصلحة بنيامين أكور. مباراة متوقفة وطلال، ما بالك وبال التعادلات يا طلال البلوش. إلى الآن قطري صاحب 37 سنة من مواليد العام 86، لاعب الوسط السابق لا يجد حلول للتسجيل. كرات تلعب، تخيل زاخو في مرماه 5 وفي هجومه 5 أهداف، متعادل في الكرات التي دخلت عليه والكرات التي سجلها هو. رمضان صديق أو هذا حميد حاجي عفوا. الآلوسي في كرة في العمق، تعود تقدم الآن، وكرة إلى غوستافو هنريك. عادت المحاولة مرتدة سريعة، واصلة مرور وعبور، تمريرة من جانب جعفر أو عفوا على سعد. بنيامين يبحث عن دالي وعلي كاب على مرتين. علي كاب على مرتين. رأسية والدفاع حسين مطر. 3-5-2. هل تنقذ الشبول من خسارة؟ هل يخرج بالتعادل؟ هنا سيلفا. لو كان الخيار بلاعب آخر بديلا عن كينون أمور أفضل. إلى الآن لاعب لم يقدم شيء، لاعب حتى متقدم جدا في السن ولا يعطي تلك الإضافة، ثقيل في الحركة، ولو أنه تسبب بطرد المدافع مع دخوله، لكن ليست المحترفين بمستوى الطموح. تدخل وخطأ ومخالفة، ضربة حرة مباشرة. رودري كابوي يرتكب خطأ على بنيامين أكور. الزامبي يرتكب مخالفة على النيجيري في اللقطة الماضية. لاحظ دفع واضح. أساسا بنيامين أكور صعب أن يصل إلى الكرة، لكن كابوي له رأي وقرار وخيار. تمريرات وكرات عند كوفوما. سواليو كواتارا. سواليو هل يجد طريق لأن يسجل فريق نفط ميسان في هذه اللحظات؟ الوسماني إبعاد الكرة إلى الخارج مع إصابة للاعب زاخو في هذه اللحظات. السلامة لرودريك كابوي. لاحظ التدخل والسقوط، وهنا كابوي يده اليسرى كان سقط على يده في اللقطة والزحلقة الأخيرة. كادر الطبي لزاخو يدخل أرضية الملعب. زاخو في الجولة 9 إلى الآن متعادل سلبيا، لديه مباراة صعبة في الجولة القادمة
أمام النفط في بغداد، وأيضا سيبقى في بغداد ليواجه الكرخ في الجولة 11، ومن ثم يواجه أيضا الكهرباء في ختام مبارياته في هذا الشهر. يعني جماهير واللوحة الفنية فريق متعادل وليس بمراكز متقدمة، لكن هذا الجمهور العاشق لكرة القدم بطريقة تربك كل الفرق. زاخو الذي سيعود إلى ملعبه في يوم الجمعة 29 من ديسمبر ليواجه الكهرباء. يشتاقون إلى هذه الجماهير وهذه الأجواء التي تجعل أي فريق يقاتل هنا في أرضية الملعب خوفا من الكرات المباغتة. هذه واحدة. بينما نفط ميسان الذي سيواجه الجولة 10 نوروز في ميسان، ثم يذهب إلى بغداد ليواجه الكهرباء، ويعود إلى ميسان في 30 من ديسمبر ليواجه أربيل. يعني 4 أو 3 مباريات قادمة لزاخو، مباراتين مع الفرق الشمالية، لكن لحسن الحظ أنه لن يعود إلى هنا إلا في الإياب. مباراة زاخو ونوروز. كرة تلعب الآن، تمرير من منتظر، هذا يلعب كرة عالية، لكن رودريك كابوي لعب كرة مجهولة العنوان والطريق، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. رمضان صديق، لطالما رددت اسم رمضان صديق وهو حميد حاجي كان في أرضية الملعب، لكن الآن رمضان صديق يدخل إذن في موسمه الثالث مع زاخو. رودريك كابوي بديلا عنه رمضان صديق. والإشارة تأتي من رمضان على أن طريقة اللعب ستكون أيضا 3-5-2. هنا هينكاو ينتقل إلى اليسار ورمضان إلى اليمين. خطأ ومخالفة عند الوسماني بعد عرقلته على سعد. على طيب الأداء، كان من المفترض أن يكون أساسي في تشكيلة نفط ميسان، لكن أصيب في عمليات الإحماء على سعد. تم الدفع باللاعب حسين كاظم الذي أدم عليه رمضان صديق. رمضان يلعب كرة خاطئة، سجاد محمد مهدي إلى على البدلاء، على سعد وسجاد. إعادة الكرة إلى الخلف إلى محمد سعيد. محمد سعيد أيضا يعيد الكرة إلى الخلف مرة أخرى. أمجد رحيم، واحدة عالية يا أمجد، واصلة إلى الأمام، والسقوط لبنيامين أكور. هنجا محمد، كرة إلى باتريك مارسيلينيو، تمريرة واصلة على الطرف لمنتظر عبد الأمير. حميد حاجي وأمجد عطوان. رمضان موجود على اليمين. أمجد، هل يختار رمضان أم أن لديه خيار آخر؟ يختار رمضان ويتقدم كيلون إلى الأمام. تعود إلى حميد، واحدة يا حاجي ممتازة من حميد، واصل إلى منتظر عبد الأمير. منتظر وبنيامين أكور، قطع للكرة وهنا على سعد. علاء يحاول علاء، وضغط موجود من جانب حميد حاجي. هذا بنيامين أكور، الغواصة النسر يحاول فيها النسر الأخضر إلى دالي، والسقوط لعلاء الدين، ولكن المصباح لم ينير الطريق لعلاء الدين حتى يصل به إلى المرمى. هنا هنجاو يا هنجاو، هذه أمور زائدة في أرضية الملعب. تقود هجمة مرتدة وفريق منقوص العدد، وتتلقى إنذار في تدخل غير مبرر. بطاقة صفراء الآن على هنجاو محمد. هذه الورقة الثالثة على لاعبي زاخو. دالي، وهنا التدخل الذي كان من مراسيلي، ولم يدفع بالكرة، لكن الأمر مغاير. علي كاظم يوجه الجدار البشري في كرة فيها خطورة من الكرات العرضية. هل نشاهد هدف؟ منتظر وأمجد عطوان وهنجا ومحمد.
والفار في حديث مع حامد. تركيز على كرة ركلة الجزاء ولقطة من مخرج المباراة على الجدار البشري وطريقة الاستعداد. الشبول لا زال يتحدث ولا زال في ذهنه شيء، في باله شيء يريد أن يفعل. هذه كرة، هل مارسيلينو دفع بالدالي أم دفع بالكرة؟ كيف سقط على الأمور؟ لاحظ هنا هذه اللقطة والسقوط ودالي. إعادة اللقطة من الفار ما يوحي للاعبين نفط ميسان ومن ضمنهم هذا الواضح في الشاشة على الساعة بأنهم لا ينتظرون ركلة جزاء. قرار واضح. هذا الأشبول في حديث أعتقد مع مشرف المباراة حامد. يوقف الجدار البشري ويعطي التعليمات بأن اليد في مسار قانوني ووضع قانوني ألا ركلة الجزاء ستكون حاضرة. هانغاو ارتكب خطأ قد يكلف زاخو. هدف أول الآن على السعد وأنظار جماهير ميسان. كرة تلعب من علاء ومجاور إلى القائم. عرضية يعني دالي كور ومطر الكل قادر على التسجيل بالراس. هنا علاء أراد أن يسجلها مباشرة في مرمى علي كاظم. حارس ذكي علي كاظم كان موجود قريب من القائم الأيسر تحسبا لأي كرة مباشرة. مارسيلينو كرة عالية لا منتظر لكن سواليو كواتارا هنا وكرة وأمجد عطوان. مر سواليو كوفو من قريب. سواليو يتباطأ ويمرر. مارسيلينو وأمجد عطوان. أمجد يحاول غير كثيرا في شكل الفريق مع دخول أمجد عطوان والسقوط وحكم المباراة لا يقول الخطأ. أمجد يا عطوان مثلك يعطي فارق أكبر من هذا، لكن هنا أراد الخطأ والحكم أشار إلى استمرار اللعب. تعود المحاولة وسجاد محمد مهدي. رمضان يخطأ في الكرة. صديق وسجاد يمر. هل هي كرة الهدف الأول الآن؟ دالي في مكان والكرة تلعب إلى دالي. قراءة موجودة وإبعاد. يأتي إبعاد حميد حاجي في اللقطة. واسماني منتظر عبد الأمير. سريع على هنقا محمد. لحظات الأخيرة من الوقت الأصلي. المباراة تبقى في تعادل سلبي وزاخو لو سجلوا في هذا الوقت سيشتعل المدرج الأحمر في ملعب زاخو. منتظر بسرعة يتفوق على رامي. يحاول ورامي يبعد. واسماني يبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا رامي الواسماني أبعد الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. باتريك مارسيلينو يخطأ. إبعاد للكرة والألوسي في مكان من أجل التغطية على الكرة الأخيرة. يوسف وباتريك مارسيلينو يستلم. وصلت من المدافع. خروج للضغط الآن. كرة إلى حميد حاجي. حميد واحدة يا أبو حميد. تعود كرة في الخلف عند باتريك مارسيلينو. باتريك وأمجد عطوان وانتشار في الخط الأمامي. تشعر بأن فريق زاخو غير منظم في أرضية الملعب. أمر غريب. هذه كرة عالية إلى مهيمن ولكن أمجد رحيم في أحضان أمجد مع وجود الراية والتسلل. يعني الفريق عنده تباعد خطوط كبير. شاهدت هذا الشيء في هجوم نفط ميسان في شوط المباراة الأول أيضا. وهذا أمجد رحيم يعاني من إصابة. الوقت محسوب لكن هنا الكرة فيها التسلل على مهيمن. الراية رفعت من المساعد وأشار بوجود التسلل ونقترب من نهاية الوقت الأصلي. حسين مطر ينتظر دخول الكادر الطبي. السلامة لحارس المرمى أمجد رحيم حارس مرمى نفط ميسان. نفط ميسان إلى الآن يعني عنده تعادل سلبي. حارس المرمى مصاب. حكم المباراة يوقف المباراة. لاعبي زاخو غير راضين. نفط ميسان أول مباراة خاضها خارج أرضه كانت في النجف أمام النجف وتعادل سلبيا. الثانية أمام الطلبة وانتصر بالأربعة مقابل لا شيء. والثانية في البصرة وانتصر بهدفين مقابل لا شيء.
وأيضا مباراة لديه قبل ذلك في الجولة الرابعة كان في بغداد، أمانة بغداد. هنا أمجد رحيم ولقطة السقوط. وفي ميسان كانت في ملعب البصرة الدولي، مباراة أمانة بغداد التي خسرها بهدف مقابل لا شيء في ملعبه. خارج ملعبه نفط ميسان لم يخسر أبدا، وإن حدث التعادل هذا التعادل الثاني. في انتظار عودة أمجد رحيم. الآن مباراة تسير إلى تعادل سلبي، هو الرابع في تاريخ لقاءات الفريقين. 10 دقائق وقت مضاف. أحمد محمد عسكر يعلن عنها، وبالإشارة أيضا من مساعد الحكم حامد علي، من حكم الوسط، حكم الساحة. هل في تغيير لحارس المرمى؟ إشارات من الكادر الطبي على أن أمجد رحيم ربما غير قادر. بطاقة صفراء على أمجد. هل يغادر أرضية الملعب؟ إذا مهدي هاشم يجري عمليات الإحماء، وأمجد رحيم مع الرأي هذا ضاع الوقت، لا يغادر أمجد رحيم أرضية الملعب. اعتدنا على هذه الأمور. نعم، إضاعة للوقت. يتلقى بطاقة صفراء حارس المرمى، لكن المباراة السابعة يحافظ على شباكة نظيفة أمجد رحيم. تلعب كرة عالية إلى الأمام. تعادل ثاني على التوالي لفريق نفط ميسان. وهنا كرة تلعب على الآلوسي. تصعيد الجماهير يستمر في هذه اللحظات من أجل الحصول على هدف. عدم استغلال النقص العددي شيء ربما لا يصب في صالح زاخو. أمجد عطوان، كرة من أمجد عالية إلى الأمام، رأسية أولى وإبعاد يأتي من حسين مطر. مطرقة دفاعات ميسان. حسين مطر وهذا كوفوما. كريس إلى حميد، أو هذا رمضان صديق الظهير يلعب كرة، لكن السوالي يتدخل. وهنا حميد وكوفوما. كرة خاطئة العنوان تعود إلى الآلوسي في دفاعات فريق نفط ميسان أو ساخو عفوا. عالية من هنكا ومحمد، رأسية أولى وتدخل ومخالفة وخطأ. خطأ ودفع على سواليو كواتارا، يحصل على خطأ. سواليو عند انذار. لو لم يحتسب الحكم الخطأ لطرد سواليو ولا كانت الكارثة حاضرة. لكن هل في دفع؟ الفار موجود، الفار موجود. هل في دفع على سواليو؟ نعم في دفع. يطلب التنفيذ حكم المباراة. وهنا أمجد رحيم، كرة إلى الأمام. بنيامين هرب، بنيامين مر من هنكا ومحمد في انتظار دالي. بنيامين سريع مهاري يمر. هي كرة الفوز، كرة الانتصار. الله، ضاعت وذهبت. ومحاولة وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء في هذه اللحظات على علاء سعد. بطاقة صفراء على علاء سعد. كثرت الانذارات. بالسلامة لرمضان صديق. الأمور ليست على ما يرام في دفاعات زاخو. هنا تدخل من علاء على رمضان، ودالي ضيع هدفه السابع في الدوري هذا الموسم. 6 أهداف لعلاء الدين دالي. إخراج لعلاء سعد وسينال الإنذار.
إذن بالسلامة لرمضان، يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات على سعد، ورمضان يكمل المباراة يتحامل على نفسه. تعود الكرة عالية لصالح زاخو، وفي دفاعات نفط ميسان هنالك الوسماني يبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب. تلعب كرة رأسية ومحاولة، لا زالت في دفاعات ميسان، منتظر إلى أمجد عطوان، ينتظرون منه كرة عالية لا تصل، وكوفوما يتدخل، الضغط الآن أحمر والمحاولات حمراء. كوفوما تدخل هنكاو، ولكن إبعاد، استبسال لدفاعات فريق نفط ميسان، شجاعة كبيرة لهذه الدفاعات. وهنا المحاولة من علاء سعد، وعلاء الدين تالي يحاول في كرة، علاء يفكر كثيرا، والألوسي ينتظر الكرة، بنيامين أكور ويوسف الآن يرتكب خطأ في مكان مناسب. هنا المحاولات والكرات والخطأ والمخالفة. وضربة حرة مباشرة. تلعب الكرة عالية ورأسية ومحاولة. الآن في دفاعات زاخو عند رمضان، صديق يبحث مع رفاقة عن الهدف الأول إلى حميد حاجي. حميد يغير في اتجاه اللعب، حميد إلى هنقاو محمد، هنقاو ينقل كرة عالية ومحاولة لزاخو، فرصة الهدف الأول قائمة. أمجد عطوان بالرأس، الكرة تعود وتسديدة ومهيمن، ومطالبات بلمسة يد، لكن حكم المباراة لا يقول شيء. مرتدة وسجاد محمد مهدي ينطلق، والمحاولة على سعد قريب، افتح مساحة يا علاء، انتظر منه تمريرة يا علاء. والسعيد يحاول فيها محمد، كرة أمامية تعود، ومرة أخرى الفرصة عند رمضان، عالية من صديق إلى الأمام، محاولة وفرصة، منتظر عبد الأمير قد يمر، والسقوط، وحكم المباراة يقول على الكرة. عادت الكرة والنقلة من سوالي وكواتارا، خروج لعلي كاظم في هذه اللحظات، موجود على الجانب رمضان، وعلي يلعب كرة إلى الألوسي. لاحظ هنا التسديدة، هذه لمسة كرة عالية رأسية حاضرة، وهنريك، والكرة ضاعت، وصلت إلى أحضان أمجد رحيم. الوقت يمضي ونقترب من النهاية. تغييرين لهيثم الشبول في هذه اللحظات، يكرر الاحتفاظ، وهنا اعتقد في أن هنالك تسلل على هنريك في هذه اللقطة. منتظر عبد الأمير يلعب كرة عالية ومحاولة واصلة، هي جول، الله، فرصة ذهبية ضاعت الآن. وهنا المحاولة تعود، تدخل وإبعاد والخطأ مخالفة في هذه اللحظات. هنا ليس وقتها يا دالي ولا لوسي، والتدخل حاضر. إعادة الكرة من حكم المباراة يوسف ودالي، والتغييرات الآن، التغييرات حاضرة، الشباب تستعد للدخول. يعني علي حلو سيدخل مع لاعب شاب، عباس فاضل لاعب من شباب نادي نفط ميسان، وأيضا من لاعبي منتخب الشباب. مهيمن يغادر، أو هذا دالي عفوا يغادر، عباس فاضل يدخل، وعلي حلو مكان محمد سعيد. تأتي التغييرات، علي حلو اللاعب السابق لديوانية والميناء والطلبة أيضا، بداية من نفط ميسان، وعاد مرة أخرى، وهذا عباس فاضل. وهنا المحاولات، بدأت الفراغات تظهر، اللحظات الأخيرة، وهنقاو يلعب كرة عالية، هي كرة الهدف، وإبعاد وتدخل الدفاعات. أمجد عطوان يحاول يلعبها ويعيدها، وعلي حلو في أول تدخل يبعد كرة مع متابعة سجاد محمد.
إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. أمجد يا عطوان، كرة إلى رمضان صديق، يغير خاطئ من رمضان. علاء سعد، كرات ومحاولات، هنا كرة وتدخل هينغاو، يلعب كرة، لمسة يد وخطأ ومخالفة. حكم المباراة يقول لمسة يد والمخالفة على هينغاو محمد. مباراة في طريقها إلى التعادل السلبي أيها الأحبة. المباراة إلى الآن على نفس نتيجة البداية. هذه لمسة اليد على هينغاو. كوفوما حاول الحصول على خطأ، بينما لاعبي نفط ميسان يحاولون. هنا أمجد رحيم، يمجد عندك انذار، التأخر ليس في صالحك. حامد يضيف وقت آخر على الوقت المضاف. هنا كرة والمحاولة فيها خطأ لصالح زاخو. راية المساعد كانت واضحة تشير إلى خطأ، بينما هذه محاولة إلى رمضان صديق، عالية من رمضان ومحاولة إلى الأمام. الفرصة الآن هي مؤاتية، وأمجد عطوان، وأمجد رحيم ينقذ المرمى من كرة أمجد عطوان. الحارس الباسل يظهر في هذه اللقطة ويمنع الكرة من دخول مرماه. لاحظ أمجد عطوان سدد الكرة التي حركت كل الجماهير، وهنا القلوب بدأت تخفق سريعا، والمحاولة كانت عند أمجد رحيم. الكرة كانت في أحضان أمجد رحيم، تسديدة أمجد عطوان لو أتقنها بشكل مغاير عن هذا. هنا أيها الأحبة أيها المتابعون المباراة تنتهي على تعادل سلبي، نقطة ثمينة لنفط ميسان من أرض صعبة من أرض زاخو، وتعادل غير مرضي لهذه الجماهير الحاضرة. طلال البلوشي يعترض على الوقت في حديث مع حكم المباراة، نعم يراه أن الوقت لم ينتهي بعد، ويري الساعة لحكم المباراة. مع الاعتراضات ومع هذه اللقطات أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في أوقات أخرى. العودة بالصوت والصورة إلى الزميلة حنان الهاشم وضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي. حنان تفضلي، لك الكلمة أنت وضيوفك.